منتخب مصر دخلنا في حسبة أصعب من حسبة بيرما بشكل كبير جدا. ما بقاش قدامنا حل غير إننا نعمل شكل جيد جدا قدام كيب فيردي ونفوز عشان نتأهل وإحنا مستريحين. لكن دي تنفع؟ ده إحنا ملوك الأزمة القلبية، ملوك التأهل الصعب اللي محدش غيرنا يقدر يعمله. طب إزاي مصر تتأهل في حالة التعادل أو الخسارة من كيب فيردي لا قدر الله؟ وممكن مصر تتأهل بنقطتين؟ ممكن مصر تتأهل بنقطتين، وتعالى اقول لك ازاي. بس في الاول دوس لايك وشير للفيديو ده عشان توصله لكل حبايبك وتعرف ازاي مصر هتتأهل للدور ال16 من البطولة بنقطتين بس. يلا بينا. في البداية كده انا مش عايزك تاخد السيناريو ده ان هو السيناريو اللي هيحصل. منتخب مصر ممكن يتأهل بالسيناريو السهل ويكسب كيب فيردي ويتأهل كتاني المجموعة وهو مستريح دون النظر لأي نتائج تانية. السيناريو اللي بعديه بقى في حال تعادل المنتخب الوطني مع الراس الأخضر هيرتفع رصيد الفراعنة ل3 نقط، وهننتظر في الحالة دي نتيجة مواجهة غانا وموزمبيق. وفي حالة تعادل المنتخبين هيتوقف رصيد كل منهم عند نقطتين بسبب انهم خسروا من الراس الأخضر، وبالتالي هنتأهل كتاني المجموعة بشكل مباشر بفرق نقطة واحدة عن غانا وموزمبيق. سيناريو مجنون مش كده؟ طب عايز تسمع السيناريو الأجن منه؟ احنا ممكن نتأهل برضو في حالة خسارة من الراس الأخضر، لكن بشرطين. لازم ما نخسرش من الراس الأخضر بأكتر من هدف. وفي حالة تعادل غانا وموزمبيق سلبيا، في الحالة دي هيكون كل منتخب معاه نقطتين بواقع 2 مصر 2 غانا 2 موزمبيق، وهيتم الاحتكام لقاعدة فارق الأهداف واللي هتكون وقتها في صالح المنتخب الوطني واللي سجل 4 أهداف في دور المجموعات، بينما سجل منتخب غانا 3 أهداف وموزمبيق هدفين بس. أما بقى في حالة خسارة منتخب مصر وفوز موزمبيق أو غانا هنودع بشكل رسمي البطولة بدون النظر لقاعدة أحسن توالد. منتخب مصر على طول معودنا على القصة دي، ومرة تانية نشوفها في بطولة جديدة. منتخب مصر وقع قلوبنا في البطولة اللي فاتت لما خسر أول ماتش من نيجيريا بنتيجة 1-0. بعدها كسبنا غينيا بيساو بهدف واحد، وبعدها كسبنا السودان في الجولة اللي بعديها بهدف واحد برضه. يعني ممكن السيناريو الأصعب يحصل والسيناريو الأسهل يحصل، إن اللعيبة تنزل مذاكرة الخصم كويس وروي فيتوريا ما يقلبش وما يجودش. من الآخر كده إحنا محتاجين منتخب واقعي ما يبصش على حجم ومستوى المنتخب اللي قدامه مهما كان. كيب فيردي يعتبر الحصان الاسود للبطوله لحد دلوقتي وقدر يكسب غانا المرشح للبطوله، لكن في كره القدم مفيش حاجه اسمها كبير وصغير بالمعطيات الحاليه. على الاقل منتخب مصر محتاج يركز ويهدى ويلعب السهل والصح عشان نقدر نخلص الماتش بدري ونتاهل بسيناريو سهل بدل ما ندخل في حسبة بيرما. انت بقى شايف منتخب مصر هيلجأ للحل السهل ولا هيلجأ للحل الصعب؟ شاركنا برأيك في الكومنتات.